من كثيرا وبعد. فيا أيها الناس، إن الحديث عن العقيدة والاهتمام بالعقيدة وغرس العقيدة بين الناس من أهم ما يجب على المسلم تجاه إخوانه المسلمين. وإن الله تبارك وتعالى اختص بخصائص لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها ولا أن يدعيها ولا أن يعتلي عليها ولا أن يزعم أنه من أهلها، ومن ذلك علم الغيب. فعلم الغيب من اختصاص الله تبارك وتعالى في غير ما آية ذكر الله عز وجل اختصاصه بعلم الغيب. قال عز وجل في كتابه الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وجعل الله عز وجل استثناء في كتابه الكريم في قوله عز وجل في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى إياه. فلهذا قالت الملائكة في قصة آدم وسجودها لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. ومع ذلك كل هذا أيها الكرام يدخل في قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام، لما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة أي على طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. هل أنقص شيئا بمنقاره من البحر؟ أيها المسلمون، إن الله عز وجل مستقل بعلم الغيب. يقول عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. وقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومما اختصه الله علم الغيب في الآخرة وبعث الناس في الآخرة، فلهذا قال: وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم بين عز وجل هذه المفاتيح التي يعلمها تبارك وتعالى والتي هي من اختصاصه عز وجل، فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمفاتيح الغيب من اختصاص الله تبارك وتعالى. ولهذا الملائكة أقرب المقربون إلى الله تبارك وتعالى، وفيهم حملة العرش الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع هذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والجن أعطاهم الله قوة تفوق قوة البشر، فمنهم من يطير ومنهم من يتحول ومنهم من يمشي كمشيتنا أيها الكرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك لا يعلمون الغيب، ومع ذلك لا يمكن أن يشاركوا الله عز وجل في هذا كما يزعم البعض ويظن البعض، فارتهب منهم وخاف منهم وعبدكم من دون الله تبارك وتعالى في تلك الجاهلية. وفي بعض جاهلية اليوم ممن يستغيث بالجن ويعبدهم كما سيأتي معنا.
قال الله في قصة الجن مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث سلط نبي الله سليمان على الجن وكانوا يأتمرون بأمره ومقيدون بقيده عليه الصلاة والسلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من عصاه. قالوا في بعض التفاسير ظل أعواما عليه الصلاة والسلام وهو ميت على عصاه، وهم يشتغلون ويعملون ويكدون وفي الأغلال فيما أمروا به من العمل الثقيل والشاق. فلما سقط وقد أكلت دابة الأرض، أرضت الأرض، أكلت عصاه، فسقط عليه الصلاة والسلام، قال الله: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر من 124 ألف نبي ورسول، أكثر من 124 ألف نبي ورسول، كلكم لا يعلم الغيب عليكم الصلاة والسلام، من أولهم إلى آخرهم. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل، جميع الرسل، فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ونبينا ورسولنا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والخليقة، يقول عليه الصلاة والسلام كما قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب، أي أنه لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، لا دخل له بالبحث عن الغيب إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى، ولا يتشوف علم الغيب إلا ما كان من أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قالت الجارية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا وارجعي إلى ما كنت تقولين. قال لها: لا تقولي هذا وارجعي إلى ما كنت تقولين. فانظروا إلى هذه النصوص العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تبارك وتعالى في أمر علم الغيب. وفقنا الله وإياكم لطاعته، واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيا أيها الكرام، حين خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لمناجزة الخوارج وقتال تلك الفئة الباغية على أمة الإسلام التي قتلت وذبحت وكفرت، جاء له بعض المشعوذين فقال: لا تخرج يا علي فإن القمر في العقرب. إن القمر في العقرب، هكذا يزعمون ويستدلون بالنجوم وبالقمر ومنازله على شعوذاتهم وضلالهم. فقال له علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه: بل والله سنخرج توكلا على الله وثقة بالله وتكذيبا لك. وحين خرج انتصر على الخوارج ونصره الله تبارك وتعالى. وجاء هؤلاء المشعوذون الذين يتناسلون ويتكاثرون في كل عصر ومصر إلى المعتصم في إحدى الغزوات، يمنعونه من الخروج ويقولون له: لا تخرج حتى ينضج التين والعنب، فإذا نضج التين والعنب خرج، وإلا لن تنتصر. فإذا به يخرج سيفه ويقول: سأخرج متوكلا على الله تبارك وتعالى. وخرج رحمه الله تبارك وتعالى وانتصر على أعدائه. هؤلاء المشعوذون الذين يحاولون دوما أن يثبطوا هذه الأمة، وهم عامل من عوامل تثبيط الأمة وعوامل ذهاب هذه الأمة، ذهاب قوتها. فانظر إلى خبركم مع علي رضي الله عنه، وإلى خبركم مع المعتصم، وعشرات
من هذه الأخبار سريعا أيها الكرام، ولا بد من ذكر هذا، إلى بعض صور ادعاء علم الغيب الذي حرمه الله. واعلموا أن ادعاء علم الغيب كفر بالله، كفر بالله. فمن ادعى علم الغيب أو أن شيخه أو أستاذه أو صديقه أو أيا كان من جن أو إنس أو ملائكة يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى التعبير البليغ منه صلى الله عليه وسلم، قال: فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنك سمعت قبل قليل كثيرا من الآيات تبين أن علم الغيب من اختصاص الله، وأنه لا يعلم أحد الغيب إلا بما شاء الله تبارك وتعالى، وبما فيه مصلحة البشر مما أراده الله عز وجل على رسله وحيا لرسله، وليس لهؤلاء المشعوذين والكذابين ولا الدجالين والكهنة والعرافين الذين يخدعون الناس ويستعينون بالجن والعفاريت والشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما يعلمان الناس كفر بالله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد. وتأمل معي، إذا كان الذي سأل وصدق الكاهن كفر بما أنزل على محمد أي بالقرآن الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد، فكيف بالمسؤول نفسه؟ السائل يكفر بنص حديث النبي، فكيف بالساحر والكاهن والمدعي لعلم الغيب؟ أشد كفرا وضلالا. إذن فالإتيان إلى الكهان والمشعوذين والسحرة وما يسمى بالسيد والشريف حتى يصنع لك حرزا وحجابا وحتى يضع لك تمائمة وغيرها، هذا مما لا يجوز. حين تأتيه فيسألك عن اسمك واسم أمك ويسألك عن شيء من أثر الذي تريد أن تصنع سحرا له أو ضده، كل هذا من علامات المشعوذ والساحر، نسأل الله السلامة والعافية. الذين يدخلون في هذا الحديث الأبراج وقراءة الأبراج، سواء سماعها في القنوات أو الإذاعات أو قراءتها في المجلات أو الجرائد أو الكتب أو غيرها، فإن هذا من أنواع السحر المحرم، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد في اقتباس شعب النجوم زاد في السحر، وكلما زاد في السحر زاد في الكفر بالله تبارك وتعالى. فلا تأتي وتخبر نفسك أو تبحث عن برجك، هذا يقول برج العقرب وهذا يقول برج الحمل وذاك يقول برج الأسد، كل هذا شعوذة وخرافة وكفر وشرك وادعاء لعلم الغيب واطلاع لما لا يجوز أن يتحدث فيه الإنسان، وتقول على الله عز وجل بغير علم. وضع حيوانات لكشف الغيب، فإن في بعض المباريات وبعض كرة القدم، وهي الطيرة القديمة عند كفار المشركين قريش، كانوا يضعون طيرا فإن تيمن تفاءلوا به أن السفر الذي سيأتون عليه هو سفر خير، وإن تشاءم وطار شمالا تشاءموا أن السفر سيكون شرا. وهذا من ادعاء علم الغيب بالحيوانات وبالطيور، ومما حرمه الله تبارك وتعالى. ثم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة الشرك. قراءة الفنجان والكف، يقرأ الفنجان ويقرأ الكف ثم يعطيك الأخبار ويطلعك على مستقبلك أو على ماضيك أو على أخبارك وعلى ما سيأتيك وعلى رزقك وزواجك وسعادتك. كل هذا من الشعوذة والخرافة ومن ادعاء علم الغيب الذي هو كفر وتصديقه كفر بالله تبارك وتعالى. قراءة أبجد هوز حطي كلما، أيضا هذه الحروف التي يستخدمونها في الشعوذة وفي الخرافات. فإذا بك يأتي يقول لك: ما اسم أمك الأول، حرفك الأول وحرفك الأول
ثم على ضوء هذه الحروف يقول لك ستكون حياتك كذا، وزواجك كذا، وسعادتك كذا، وشقاؤك كذا. وهذا من الشعوذة والخرافة الذي حرمه الله تبارك وتعالى. يسمونه تحليل الشخصية. تحليل الشخصية كثر اليومين هذه، يأتي يكتب بخط على يدك ثم يحلل شخصيتك على حسب يدك، أو يقول اكتب ثم يحلل شخصيتك ومستقبلك على حسب كتابتك. أوراق الناروت هذه ورق يلعب بها كما يلعب بالأوراق المعروفة المنتشرة، وهي هذه اللعبة من الشعوذة والخرافة. فإذا أخذت ورقة معينة وهي عصرية موجودة كان مستقبلك كذا، وأخبرك بما كان من علم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الكرام، هذه بعض الصور من صور ادعاء علم الغيب، ولا يجوز للإنسان أن يكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى. لتكن ثقتك بالله ولترضى بما أمر الله وقضى الله تبارك وتعالى، وما الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين والسحرة، وما الذهاب إلى مثل هذه الخرافات والصور من صور الشعوذة وصور السحر والكهانة إلا لضعف الإيمان وقلة الثقة بالرحمن تبارك وتعالى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته،